الحين ان شاء الله بسوي برياني ربيان. هذا عندي ربيان، بصل، ثوم مهروس، وعندي كاري باودر، عندي ورق القار، فلفل، هيل، كركم، وعندي بقدونس، وعندي خلطات الام اف اللي هو البرياني، وعندي الزنجبيل، وعندي الجرام مساء. عندي حليب جوز الهند، وعندي روب، بس انا يعني المفروض احط الروب، بس الروب مو متوفر الحين عندي فحطيت لبن بداله. عندي حبات الخردل اللي هم اول شيء ببتديهم بالحمسه. اول شيء ادهن الربيان بالجرام مساله، ابهرها بجرام مساله. طبعا حطيت اول شيء زيت، الحين احط عليه هذا حبات الخردل. لما تطلع صوت تشك تشك يعني خلاص صارت، اقط عليها وايد حاطه الزيت، طبعا هي خفيت منه، انا شلت منه. الحين انطر تشك تشك بس طلع صوت شوي بس. لما طلع زيت خلاص احط الحين البصل. خليه يذبل شويه البصل، يذبل. طبعا الربيان الحين قاعد يتنقع. لا تخلون الربيان يظل مدة بالتنقع، لا ما يصير، لأنه هو كلش بروحه، ما في روح. هو البصل قاعد ينحمس مع حبات الخردل، يعني أكيد بيعطي طعم أكيد هذه الحبات. طبعا أكثر الطبخات الهندية تكون فيها حبات الخردل أكثرها. الحين أحط عليه الثوم، حطيت الحين الثوم مع الزنجبيل المهروس، بحط عليهم البهارات، نحط عليهم البهارات، هيل وكركم وكاري باودر. الحمسة الزايدة هي سر نجاح الطبخة. الحين بحط الربيان المتبل بجرام مسالة. لازم تكون النار قوية قوية لما أحط الربيان. ليش؟ علشان لا تطلع الماي. ظل أحمس الحين، عاد أظل أحمس وأحمس لما يصير الربيان عدل. ايش حلو ريحته ما شاء الله. الحين حطيت معجون البرياني، شوفوا معجون البرياني، الحين احمسهم معاه، اقلب فيهم الحين عشان ريحة البرياني تطلع. يتشرب جرام مسالة، وهو برياني معجون، برياني باودر، ثوم، كركم، وهيل، وهاي فلفل شوية حبيبات الفلفل، وبعدين عندي ورق قار. بعد لو عندكم الكاري بتة اللي هي الورق الليفز الأخضر عشان بعد أحلى، ما أحلى. هو بروحه يطلع مايه أصلا بروحه، حتى لو النار عالية، بس مو الماي اللي وايد الوايد، لا. شوفوا معجون البرياني فيه حرورة بس مو الشايدة، أنا أحبها كذي، لكن في ناس يحبونها حارة، واللي يحبها حارة حارة يحط عاد فلفل بودر، ولا يقطع له فلفل عليه. الحين بعد بقدونس زين واقلب فيه. الحين احط الكوكونات حليب جوز الهند، واحط معاه شويه. حطيت لبن، ليش؟ انا يفضل الروب بس مو مشكله اللبن عشان يعطينا شويه بعد حموضه. زين اخليه شويه الحين، اخليه يطبخ.
الحين اخليه يطبخ. لما تشوفه يبغبغ يطبخ اقصر عتشوله واخليه على ما اسوي العيش الابيض. هنا بالنسبه حق العيش المشغول خليت الماء اول شيء يفوح مع اللي هو ورق الغار ومع عواد دارسين، وحطيت معاهم بعد ملح، والحين راح احط العيش. هذا شوف الحين شو ما شاء الله ثقل. خلاص اصك عليه الحين وانتظر العيش. هذا الربيان الحين 3/4 بشيله علشان اسوي طبقات العيش. الحين خليت ربع الصلصة، الحين بحط عليها العيش. بحط الزعفران، منقوع الزعفران والهيل والصبق زعفران. اخلط خلطة. الحين احط عليه الحين احط الربيان عليه. الحين العيش اللي باقي هم احط عليه بعد نفس الطريقة، احط عليه. الحين بحط عليه الصبغة القامجة اللي قلت لكم عنها، اللي هي بس لون تعطينا لون الهندي. وحطيت الحين الباقي اللي ظلت من صلصة الربيان فوق شوية، والحين بحط عليهم اللي هو البقر. هذا البصل حطينا عليه ملح وطحين، فركناه عدل عدل، وبعدين الحين حطينا على النار علشان بعدين أزين فيه الصينية. كالعادة إذا سوينا محشي كوسة لازم أسوي معاه شوربة الكوسة، وعلمتكم من قبل طريقتها. هي أحمس الكوسة مع الثوم مع فلفل أسود وشوية كمون، وبعدين أخلي وأحط معاهم شوية طحين مذوب بالماء، زين، وأحمسهم عدل عدل عدل، وبعدين أحط عليهم ماي، أو إن إذا شفتوا عندكم هذول شوربة الماجي أو إجنور او الليجنو او الهيليوم، هذه تقدرون تحطونها معاها، او ان تحطون معاها ماي تخلينها تطبخ، وبعدين بالبلندر تطحنونها. اخر شيء عقب ما نردها على النار نحط شويه كريمه، اللي يحب الكريمه طبعا تحطون ملح وفلفل اسود كنا حاطين، وهذه هي. تبارك الرحمن قامت تمطر. هني شلنا الحين كله هذول الزرع اللي كان هني كله، شلت القصيصات لأن الشمس كلتهم، حطهم بالظلال عشان الورد شوية يفتح يرد. الله 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 على الماء. بسم الله الرحمن الرحيم. أحلى من اللاس.